السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه نادي تيفي. اليوم جبت لكم واحد الشهيوه سهله كتحضر في دقائق. طويجين ساهل ديال الصيف في هاد الوقيته الحال السخون اللي حنا فيه. طاجين ديال السردين، ديال كفته السردين غير بمطيشه والفلفله والزيتون. كتحضر في دقائق كما قلت لكم وسهله. وتابعوا معايا ان شاء الله المقادير ديال هاد الطاجين هذا. بالنسبه هنا للطاجين او الكفته اللي غنوجدو هنا، عندي هنا الحوت السردين كنقيو كنحيدوا ليه الجلده ديالو كنطحنوه. والمهم اللي كتطحنيه في الدار ولا عند البائع ديال السمك صافي كنجيبوه للدار كنوجدو معاه. هنا غندير معاه غير مطيشه والفلفله. كنت غندير معاه نيت البصله، انا اقترحت غندير معاه واحد الجزره. وكندير معاه التوابل اللي فيها البزار، السكنجبير، التحميره، الكمون، الخرقوم بطبيعه الحال والملحه. صافي كناخذوا هنايا الكفته اللي كما قلت لكم انا طحنتها. صافي كنطحنوها بدون توابل، ولا لا بغيتو كتقدروا تطحنوا معاها الا كنتو غديروها في الهاشوار كطحنوها بالبصله، الربيع، الثومه والتوابل. صافي هنايا خديتها انا كما قلت لكم ما فيها لا توابل لا والو. ضفت ليها هنايا القزبر والمعدنوس اللي مدقوقين، وزدت عليها هنايا واحد 4 الفصوصه ديال الثومه. السردين كيبغي الثومه. وكنقدروا حتى نميلونجيو هاد السردين بشويه الكروفيت، شويه الميرنا، كيعطي واحد النكهه بزاف 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 زوينه. وصافي كندير التوابل كما قلت لكم فيها السكنجبير، الخرقوم، الكمون، التحميره والابزار والملح بطبيعه الحال. هنايا كنضيف واحد الاضافه اخرى، كناخذ المعدنوس والقزبر اللي غنخوي من الفوق ديال السردين. غتبعوا معايا شوفوا كيف الطريقه. صافي كنضيفوا ليه حتى هو نفس التوابل، وكنضيفوا ليه الزيت، واحد 4 كاس ديال الزيت. وهنايا هاد الاضافه كما قلت لكم هي غناخذ جزره، اما كتاخذوا هاد الجزره هادي ولا كديروا بصله مقطع دواور. من الاحسن هنايا كديروا هاد الجزره هنا في الطاجين باش ما كيتحرقش لكم هذيك المطيشه. صافي كنقطعوا مطيشه اما دوائر كنقيوها، ولا كتحكوها كما بغيتو. كتقدروا تشحروها، كتقدروا اما تشحروها اما كديروها. هنايا كديروا كل شيء خطره وحده. بالنسبه لهاد الطاجين انا ما شحرت لا مطيشه لا والو. كتقدروا من الافضل هي كتجي مشحره، كتجي زوينه بحال الشكل ديال المطيشه والكفته اللي كنحضروا. وكديروها بطبيعه الحال عاديه، وهي الكفته ديال السردين. ومن الاحسن نفضلوا ان السردين يكون جديد باش كيجي الطاجين زوين بزاف. وبطبيعه الحال كما قلت لكم راه كتضيفوا ليه الكروفيت، كتضيفوا ليه حتى ميرنا، ولاو كيضيفوا هاد الاضافه هادي كتعطي واحد النكهه زوينه بالنسبه للطاجين. صافي هاد الاضافه نيت ضفتها هنايا. ومهم كما قلت لكم كتاخذوا الطاجين كتوجدوا فيه هذيك الجزره، كتحطوها مطيشه دواور. كتاخذوا هذيك التوابل اللي سبقنا حطيناها مع آه، القزبر والمعدنوس. كناخذوا كنتبلوا بهذيك المطيشه من الفوق. كما قلت لكم اللي بغى يشحر المطيشه مزيان عاد يضيف الكفته من الاحسن. ولكن انا كنت مزروبه درت هاد الطريقه هذه حتى هي كتجي زوينه بزاف. صافي كتاخذوا مطيشه كتحطوها، كتحطوا الكفته دواور. صافي كتنزلوها.
ملي كنكملوا هذيك الكبسه اللي استفنا في الطاجين، كناخذوا واحد جوج مطيشات كما قلت لكم. هاد الطاجين غير بمطيشه وفلفله. صافي كناخذ انا مطيشه خديتها هنايا وقطعت عاوتاني طرفه صغار، كنحطوها من الفوق، كنستفوا الفلفله اما مشويه اما خضره هكا كما درت لها انايا. المهم هذا الا بغيتو نتوما ديروا على السريع كديروا مطيشه بهذا الشكل هذا، وكديروا الفلفله كديروا كلشي دقه وحده، وكتحطوا الطاجين كيطيب على المهل. كما قلت لكم ما كياخذش واحد المده طويله في الطياب. صافي وكناخذوا الفلفله كنستفوها، كنكبوا هذيك التتبيله اللي صايبنا قبيله، وكنحطوها من الفوق. عادي جدا طاجين ديال الحوت كيجي زوين لذيذ. كنوجدو كما قلت لكم سهل مهل، كيتوجد حتى لاخر لحظه. وكنديروا الحامض اما مصير اما خضر. كندير واحد الفلفله حاره حتى هي كتطلق لنا لوغو زوين. وهنايا عندي الطاجين هذا ديال التاكرا هذا، راه ما كيكونش ما كيلصق ما والو. انا ضفت فيه واحد الاضافه اخرى ديال واحد الربع ديال الكاس د الماء، حيت الا بغيتي تجهدي على العافيه راه كيطيب ما كيحرق ما والو، ماشي بحال الطواجن الاخرين. الطاجين الاخرين نصيحه انك الا درتي الطاجين فيه مطيشه والكفته على هذا الشكل هذا ما دافيش الماء مره. وهنايا انا ضفت واحد الربع ديال الكاس د الماء. صافي وكيوجد كنقدموه بالصحه والراحه. كنرافقوه مع واحد الخبيز او الخبيزات ديال القمح كيكونوا ديال الزراعه ديال الدار. والصحه والراحه ان شاء الله. نتمنى لكم انكم توجدوا هذا الطاجين هذا اللي كيوجد في دقائق، اي واحد كيقدر يوجده. بالنسبه للمبتدئات هذا الفيديو هذا كنقول لكم بالصحه والراحه للجميع ان شاء الله. حتى الفيديو اخر.